السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب كل الناس بخير دايما يا رب. اهلا وسهلا بحضراتكم في جولة جديدة من جولاتنا المعتادة من شوارع ومناطق المدينة الساحرة مدينة الغردقة. النهاردة احنا في منطقة الذهبية. جولتنا النهاردة من منطقة الذهبية. منطقة الذهبية في قلب مدينة الغردقة. منطقة الذهبية موقع ممتاز في كل الخدمات. منطقة الذهبية منطقة سكن العائلات. منطقة الذهبية منطقة سكن العائلات. منطقة الذهبية تطل على شارع النصر وجنب منطقة عربي على طول، يعني خطوات تبقى على الكورنيش. منطقة الذهبية الحياة المصرية، اللي الناس اللي حابين يشتري شقة او استوديو في منطقة عشان يعيش في وسط المصريين والروح المصرية. منطقة الذهبية منطقة سكن، عارف كلمة سكن، وفي وسط البلد وحواليك كل حاجة. هنا الجو باص على شمالنا اهو. هنا تروح اسكندرية، تروح القاهرة، تروح الصعيد، تروح اي مكان. منطقة الذهبية سكن عائلي في وسط البلد. منطقة الذهبية تطل على شارع النصر. ده شارع النصر اهو حضرتك اهو. ده شارع النصر وممشى النصر. الذهبية دي شفتها قدام عيني 2005 و2006. كانت بالظبط زي أرض الجامعة النهاردة. كانت لسه منطقة صحراء مفيش فيها نقطة مية، ومحدش كان باني فيها أصلا. وعربية نفس الموضوع، لأن هما الاتنين حتة واحدة، الذهبية وعربية. سوقت هنا شقق كتير. فكركم بشقة كانت قبل التعويم بتاع 2023 يا جماعة. العمارة جاية على الشمال اهي، فاكرينها؟ الشقة دي كانت قبل التعويم، قبل 2023 اهي. الشقة كانت في الدور الرابع علوي، اسانسير شغال، 2 حمام، نص تشطيب، ب 370,000 جنيه. دي العمارة بتلكات المطافي القديمة، وكان عليها كل سنة 12,000 جنيه، يعني قسط في الشهر 1000 جنيه. الفيديو موجود على القناة. الذهبية سكن العائلات، يعني نادر قوي لما تلاقي هنا شباب عزاب ساكنين لوحدهم. نادر اصلا، مش موجود يعني في الذهبية، مش موجود. تمام، كلها عائلات، كلها عائلات. ونادر لما تلاقي كافيه وناس مثلا قاعدة على الكافيه، لا يعني مفيش اصلا فيها كافيه، لانه دي منطقة سكن عائلات. فيها مدارس زي ما حضراتكم شايفين، مدرسة الاستاد الرسمية للغات، وفي وشها على طول هنا هنلاقي مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية، بنات ثانوية عامة.
يافطة المدرسة قدام حضراتكم اهي. مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات. مدرسة الاستاد الرسمية لغات. احنا كده في الذهبية. على شمالنا شارع النصر، هندخل يمين. الشارع ده اسمه شارع الذهبية. الشارع ده بيربط، بيجيبك من شارع النصر بيطلعك للكورنيش اهو. احنا في الذهبية اهو، كل دي الذهبية. الناس بتشتري العصير عشان تروح، عشان الفطار لسه نص ساعة ان شاء الله. تقبل الله منا ومنكم. الذهبية، وفيها مدرسة خاصة مشهورة، مدرسة رويال، وفيها أنشطة ما شاء الله. فيها حمام سباحة، وفيها كرة قدم، وفيها كونغ فو. هنعدي عليها حالا اهو. منطقة الذهبية، منطقة العائلات. دي مدرسة رويال. مدرسة خاصة مشهورة هنا في الذهبية. ورا رويال على طول عربية. احنا كده في الذهبية، مدرسة رويال في الذهبية. السلام عليكم. وتم ربط شارع التلاتيني في عربية بالذهبية. والمحافظة افتتحته في العيد القومي للمحافظة. ده ربط الشارع التلاتيني. انت كده الذهبية وعربية، بص الاتنين منطقة واحدة. بص حضرتك، انت كده في الذهبية اهو، تمام. الذهبية وعربية الاتنين منطقة واحدة مع اختلاف المسميات. بس انت كده في عربية بس، تخيل. مفيش، هما الاتنين منطقة واحدة. لو خدنا الشارع على طول كده، ده شارع التلاتيني. هنخلص شارع التلاتيني وننزل على الكورنيش، ونلاقي القرى السياحية والفنادق السياحية اهو. الذهبية ده الشارع الجديد اللي المحافظة عملته وافتتحوه في العيد القومي للمحافظة. ربطوا عربية بالذهبية. كان في جبل هنا، شقوا الجبل ومشوا الطريق زي ما حضراتكم شايفين كده. الذهبية. ودي مدرسة رويال اللي قلت لحضراتكم عليها من شوية. نعم وانت بخير. كل سنة وانت طيب حبيبي حبيبي. مدرسة رويال
وهي دي الذهبية.